السلام عليكم، اهلا بكم. انا محمد القرش. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن مفهوم الاستيجنوجرافي او علم الاخفاء، وكمان تطرقنا الى عملية الانستليشن لستيج هايد، ودي فريم ورك او تول لذيذة بتمكننا من عمل الاستيجنوجرافي للمحتوى النصي او الرسائل النصية واخفائها داخل وسائط زي صورة او فيديو او حتى صوت. طيب هنفتح تيرمينال كده جديد وهنعمل زوم زي ما قلنا، بنقول له كنترول شيفت وعلامة يساوي عشان يعمل زوم عندي كده. وكل اللي انا هعمله اللي انا هكتب ستيج هايد، وهتأكد انه الاداة موجودة زي ما حضرتك شايف، وده المان بتاعها، او نقدر نقول كده باختصار الكتالوج بتاع الاداة وكل الكوماند لاينز اللي انت ممكن تستخدمها او الاوامر الفرعية للاداة. اقول له كنترول ال كده، وكنا عملنا الفايل بتاعنا دون اللي هو اسمه كات هايد، وحطينا جواه الرساله اللي حضرتك شايفها دي اللي هو this is test this is steganography test. طيب يعني احنا عندنا دلوقتي ملف نصي اسمه hide.txt وجواه الرساله دي. جميل جدا. عايزين بقى نخفي الملف ده او الرساله النصيه دي داخل صوره معينه. كل اللي هنعمله ان احنا هنقول له ستيج هايد، وهقول له سبيس امبيد، يعني لو سمحت اعمل لي امبيدنج او نقول دمج او اخفاء لحاجه داخل حاجه. بعد كده هقول له داش سي اف، وسي اف هنا معناها الكفر فايل، يعني الصوره او الملف اللي هيتم اخفاء البيانات فيه. طيب يعني الكفر هنا هنروح بقى على مثلا عندي المكان اللي انا موجود فيه، او اروح على اي مكان عايز اجيب منه الصورة. انا هنا بتعامل مثلا في قضية تحقيق جنائي رقمي للموبايل، وادي عندي الاندرويد ترياج، وكنا عندنا كيس كده خدنا منها الباك اب او الترياج للاس دي كارد، واخدنا باك اب للاس دي كارد. هندخل داخل الاس دي كارد كده وهناخد صوره من الصور دي. ادي الصوره دي مثلا كده، وكل اللي انا هعمله ان انا هرميها هنا كده. اوكي، بعد ما احط الباث بتاع الصوره او مسار الصوره هقول له هنا داش اي اف، والاي اف هنا معناها الامبيدد فايل او الفايل اللي هيتم دمجه في الصورة دي او في الكفر فايل. فانا هقول له هنا انا عندي الهايد دوت تي اكس تي، الملف اللي هو جواه الرسالة السرية دي اللي احنا عايزين نخفيها. طيب تعالى كده نشرح الكوماند ده كده من الاول تاني. كل اللي انا قلته هنا ان انا بقول له يا ستيج هايد لو سمحت اعمل لي امبيد او اعمل لي اخفاء او دمج يعني للملف ده، اوكي، اللي هو الامبيدد فايل اللي هو hide.txt اللي فيه الرساله دي، وحطه لي داخل الكفر فايل او الصوره دي اللي هي المسار بتاعها ده وامتدادها .jpg. تعالى كده نشوف ايه اللي هيحصل. بيقول لي هنا دخل الباس فريز او يعني كلمه السر. هقول له مثلا شارك، حط الباس فريز تاني، فهقول له برضو شارك. جميل جدا. هنا بيقول لي امبيدنج، وقال لك الهاي تكست بيعمل امبيدنج للهاي تكست داخل اهو بيقول لك ان الكفر فايل او الصوره. بعد كده قال لك دان، يعني دي عمليه البروجريس. بيقول لك انا بعمل دلوقتي دمج للفايل ده اللي هو الملف النصي داخل الصوره، وبعد ما خلص قال لك دان. جميل قوي. اذا لو رحنا هنا كده الصوره اللي هي اخرها 0012، لو رحنا هنا كده الصورة دي دلوقتي جواها ايه؟ جواها رسالة مخفية. طيب عايزين نتأكد بقى ان هي فعلا جواها رسالة مخفية. طيب تعالى هنعمل حاجة حلوة قوي. هقول له ستيج هايد، هقول له ستيج هايد انفو، وهقول له سبيس كده، وبعد كده هاخد الصورة دي وهروح يعني اعمل دراج اند دروب كده وهرميها هنا. فبقول له لو سمحت انا عاوز اعرف معلومات عن الصورة دي لو فيها عملية ستيجانوجرافي لبيانات ولا لا. ممتاز جدا. هنا بيقول لي الصورة اسمها كذا ودوت جي بي جي والفورمات بتاعها
جي بي اي جي، ويعني بيقول لي ان انت عاوز معلومات عن الامبيدد داتا لو فيها اي بيانات مدمجه جواها ولا لا، مخفيه او لا. فبقول له واي، بيقول لي طيب دخل الباس فريز او كلمه السر يعني. فهقول له شارك، قال لي فعلا في ملف امبيدد او مخفي جواها وهو اسمه هايد دوت تكست. حلو كده، والسايز بتاعه 44 بايت. وبكده نكون اتاكدنا ان في فعلا عمليه امبيدنج او في عمليه ستيجانوجرافي حصلت على الصوره دي باخفاء ملف الهايد تي اكس تي داخل الصوره دي. وبكده نكون قدرنا نعمل عمليه ستيجانوجرافي او اخفاء لملف نصي او رساله نصيه داخل صوره. ولحد هنا بتكون خلصت محاضرتنا. اشوفكم المحاضره الجايه على خير. سلام.